في سؤال برضو جايلي، واحده بتقولي انا لسه والده بقالي اسبوع واتفاجئت ان ابني عنده شق في سقف بقه وتعبانه جدا ونفسيتي تعبانه ومش عارفه اعمل ايه ولا اتعامل معاه ازاي. اولا الحمد لله على سلامتك. و... ونفسيتك تعبانه ليه؟ ولا نفسيتك تعبانه تتعب ولا اي حاجه. الطفل اللي عنده شق في سقف البق ده طفل طبيعي عادي زي اي طفل تاني، يعني هيكبر عادي ما شاء الله، هيعمل عمليه عادي وهيكبر عادي وعقله بيبقى سليم وبيبقى ذكي جدا، ما فيهوش اي حاجه. فما فيش داعي ان انت تتاثري وتتعبي وتكتئبي وتعيطي زي ما انت بتقولي. لا، انت يا ستي قولي الحمد لله على كل شيء، والحمد لله اللي هي جت على قد كده. اللي يشوف بلاوي الناس وهون عليه بلوته، فبلاش اللي انت تعترضي على قضاء ربنا. عشان ايه؟ اللي بيعترض على قضاء ربنا بعد الشر يعني بيشوف حاجات تانية اصعب. فالحمد لله اللي هي جت على قد كده.